لماذا لا يحق للجزائر مواجهة سحب المركز الثالث في دور الثمانيني؟ لماذا نحن مجبرون على مواجهة المنتخب السنغالي أو منتخب الكونغو في الدورة الثمانيني؟ حتى لو احتل المنتخب الجزائري المركز الثاني كنا سنواجه متصدر المجموعة السادسة. شكون فيه هذه المجموعة؟ إما كوت ديفوار وإما الكاميرون، منتخبات القوية. مركز ثالث مواجهته له. السلام عليكم، أهلا مرحبا الفلاو. طبعا الجزائر وضعت في المجموعة الخامسة، المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فقط من يحق لها مواجهة المنتخب اللي يتأهل في المركز الثالث. المجموعة السادسة أيضا معانا، تشعر بأنه فيه رغبة في إيقاف زحف المنتخب الجزائري منذ البداية، ولكن قناعتي الشخصية وقناعة اللاعبين وقناعة من يعرف جيدا كرة القدم أنه المنتخبات اللي تلعب بالكبرياء واللي حابة تفوز باللقب واللي حابة تعمل دورة كبيرة تدرك بأنه عليها أن تواجه السنغال وعليها أن تواجه نيجيريا وعليها أن تواجه الكاميرون وكوت ديفوار وعليها أن تفوز على كل هذه المنتخبات حتى ترفع الكأس. لذلك مهما كانت العقبات، مهما كان التخطيط المسبق، مهما حاول البعض أن يوقف زحفنا عن الدورة الثمانينية، القضية قضية الرجال في نهاية المطاف. تلعب مع المتصدر ولا الثاني ولا الثالث سيكون تحدي كبير بالدرجة الأولى، ولكن ما حدث غير عادي وغير طبيعي وغير منطقي. تبقى كرة القدم مفتوحة على كل شيء مهما كان التخطيط المسبق. الخواتيم هي لها.